اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. داخل علينا شم النسيم، وطبعا اسعار الفسيخ بقت حاجه خياليه، يعني بصراحه خيال. يعني انا لما اروح اجيب كيلو فسيخ والاقي الكيلو ب 400 جنيه، ليه ان شاء الله؟ يعني والكيلو يبقى مثلا سمكتين ولا ثلاثه، برضو ليه؟ ما ينفعش يعني. فلقيت اسلم حل زي ما عودتكم كل سنه ان شاء الله رب العالمين نخلي مع بعض الفسيخ. والنهارده انا عامله الفسيخ اللي هم الثلاث سمكات كيلو. الثلاث سمكات كيلو، مش جايباه كبير قوي ومش جايباه صغير قوي، تمام. الثلاث سمكات يعملوا كيلو. عندي هنا كركم، على شويه كاري، عندي شطه، عندي ملح. هو ده كل المكونات اللي انا بس. زي ما قلنا المكونات اللي احنا هنستخدمها. هو المفروض الملح خشن، يعني يكون خشن، بس انا ما عنديش ملح خشن، فانا متعوده برضو بعمله بملح ناعم عادي. عندي هنا الشطه على الملح على شويه الكركم على شويه الكاري. الخليط ده كله مع بعضه بعمله كده اهو. وطبعا تخلي بالك من الشطه، عشان الشطه بتبقى ايه حاميه قوي كده. ده ايه الخليط اللي احنا هنستخدمه زي ما انتم شايفين اهو، تمام. وهجهز بقى حاجه عشان اشوف هنعمل السمك بتاعنا ازاي. عندي الصينيه هنا، نوسع عليه نفسنا كده، تمام. هجيب حاجه كبيره تحت الحاجه عشان احط فيها، وهبتدي امسك الايه السمكايه. افتح الخياشيم بتاعتها، احط فيها الايه الشطه كده والملح، واحاول افتح البق بتاع السمكايه اهو، واحط برضو فيه الايه الخليط بتاعنا زي ما انتم شايفين كده كده حبايبي. وهركن هنا على جنب، تمام. هنجيب واحده تانية برضو نفس الموضوع. هحط هنا الخياشيم، املاها قوي كده من الايه الخليط بتاع الملح، وافتح برضو بق السمكايه واحط فيه برضو ايه، وهكذا، تمام. اضغطها قوي كده وهركن على جنب لحد ما انا هوريكم هنغلف السمكه ازاي وهحطها في ايه. بس اخلص الكميه كلها كده، اقفل الخياشيم كويس بالملح، ونحط في قلب بقها برضو نفس الموضوع. اخلص الكميه كلها وارجع لكم نشوف هنعمل ايه. كده خلاص خلصنا الخياشيم وملينا البق وخلصنا خالص. بقى عندنا بقى شويه ايه ملح وشويه خلطه من اللي احنا عملناهم. نحط عليها بقى شويه زيت حلوين كده اهو. وهمسك السمكه سمكه سمكه كده، اغلفها بالايه الزيت ده. ليه بقى بغلفها بالزيت؟ عشان السمكايه تفضل معايا طريه كده، بعكس كده الخياشيم بتاعتها عشان ما نتعورش. وبالملح كده اهو، واعمل السمك كله كده، ونخلص ونجيب بقى الاكياس بتاعتنا اللي احنا نعمل فيها الايه الفسيخ. اسهل طريقه لتخليل الفسيخ زي ما انتم شايفين كده اهو، وما بياخدش وقت. وده عشان صغير، يعني كام يوم ونفتح عليه، يعني مش هنكمل حتى اسبوع وهنفتح عليه، لان هي السمكه صغيره فمش هتاخد مننا ايه وقت كتير في التخليل بامر الله. لو سمك كبير لازم يقعد 15 يوم. لو السمكه بتاعتي، لو البريايه بتاعتي كبيره، تمام، لازم يقعد 15 يوم كده حبايبي. خلصت الكميه كلها خلصها، ونجيب بقى الايه الكياس اللي احنا هنغلف فيه يا حبايبي. اي اكياس عندنا بقى، اي اكياس. يعني انا الكياس هنا عندي اكياس اللي هي بتاعه الايه التلاجة، تمام. طيب هنعمل في كيس التلاجة، هنعمل في كيس التلاجة، وهتشوفوا دلوقتي هنعمله ازاي بطريقه سهله وحلوه قوي وبالامكانيات اللي عندنا اهو. هحط كده في الكيس، كل كيس مثلا احط فيه عكس عكاس كده، خلفله كده، ماشي. واحط في كل كيس مثلا 3 او 4، ماشي. حطيناهم اهو، وهحط الكيس ده على جنب، لسه انا ما غلفتش، تمام. نقطع كيس تاني
وهكذا نعمل الكميه كلها. كل كيس احط فيه 4. والله انت لو انت حتى هتحطي في كل كيس واحده برضو براحتك، دي راجعه ليكي انت. تمام. حطيت الملح وحطيت كل حاجه وخلاص. بظبط بقى الدنيا وهحط كده اكياس زي ما انتم شايفين اهو. هخلص اكياس كده الاول كده حبايبي. خلاص خلصت الكميه بتاعتي زي ما انتم شايفين. تمام. ادي بقى مجموعه اكياس، يعني مجموعه زي ما انت حابه تحطي. هحط الاول كل كيس كده، هحاول ابرمه كويس قوي كده وهحطه في قلب الايه الكيسه دي الاول. تمام. ابرم الكياس كويس كده. كل كيس عندي طلع فيه كام واحده؟ طلع فيه 4. ماشي. هحطه انا كله في كيسه واحده. تمام كده حبايبي. كل الكميه عملتها اهو زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. هجيب بقى هنا ايه كيسه. احاول بقى احكم الكيس كويس قوي. هحكم الكيس كويس قوي وافضل الفه مش في كيسه واحده، هلفه في كذا كيسه. الهدف من ده كله ان هو يتلف كويس ويتلف في الكيسه كويس. انا عشان اكمره كويس فهعمل ايه؟ هحطه في فويل عشان يتكمر كويس معايا الاول. هحط الكيسه دي كده في ورقه فويل الاول. تمام. وهرجع اغلفها كده مره ثانيه من هنا اهو. وهقطع بحيث ان انا اغلف الكيسه كويس قوي. احط هنا كده. دي بتكمر السمكه معايا ودي تخليها تستوي بسرعه وما بتخليش اي ضوء ولا اي هواء يدخل الاكياس بتاعتي. تمام. اقفلها كويس قوي كده اهو. واقفلها برضه من هنا كويس زي ما انتم شايفين كده بقت متقفله. طبعا انا حتى لو عندي استرتش بحاول ان انا الفها برضو في الفويل اكتر حاجه ممكنه عشان امنع دخول اي هواء واي اضاءه للفسيخ بتاعي. كده انا اتاكدت ان التغليفه بتاعتي مظبوطه. غلفت شمال وغلفت يمين كده حبايبي. هبتدي بقى احطها في كام كيسه على بعضها واقفلها كويس زي ما انتم شايفين كده. الايه اللفه زي ما انتم شايفينها محكمه كويس قوي قوي قوي. وابتدي بقى اي اكياس عندي اعملها احطها فيها. كيس كبير كيس صغير كيس وكيس زي ما انا عايزه اعمل هعمل. هو بياخد ايه مجموعه اكياس كتيره فما فيش عندي ايه مشكله. هلف الاكياس وكده هحتفظ بيه بقى في المطبخ اول يوم وتاني يوم. يعني اول يوم ده هعمله وافضل اقلبه شمال ويمين، وتاني يوم برضو نفس الموضوع. وهيجي بقى اطلعه بره البلكونه واسيبه. هيبقى البلكونه حر شويه والدنيا شمس اليومين دول فهيبقى معايا زي الفل ويتعمل معايا في اسرع وقت. المهم اغلفه كويس. حط اكياس بقى زي ما انت حابه. انا عشان مغلفاها في فويل كويس قوي قوي فانا متاكده بامر الله ان التغليفه بتاعته او القفله بتاعته هتبقى بالنسبه لي انا محكمه. تمام حبايبي. خلصنا الفسيخ بطريقه نظيفه وطريقه سهله وهيبقى رخيص معانا في الثمن وباكل حاجه انا عاملاها بايديا وحاجه نظيفه ان شاء الله رب العالمين. استنوني هنفتحه مع بعض وهنشوف شكل الفسيخ اللي احنا عملناه. الكيس البامبا اهو وورق الفويل وانتظروني. بصوا حبايبي بقى انا طبعا الفسيخ اهو اللي احنا عملناه مع بعض. طبعا انا ما اقدرش افتحه في المطبخ هيعمل ريحه في المطبخ مش حلو او في الشقه عموما يعني. فهنفتحه اهو. شايفين لما قلت لكم خليكم فاكرين الكيس البامبا اهو. الكيس البامبا اهو اللي احنا كنا مغلفين بيه وده القصدير اهو. فاكرين معايا طبعا في اول الفيديو. طبعا انا ما رضيتش انزل الفيديو غير لما انزله كامل على بعضه كده حبايبي.
بره بقى لو عندك بلكونه، لو عندك حاجه عشان تقدري تفتحيه بكل سهوله، وكمان ما يعملش ريحه ممكن تضايق الناس اللي هم ايه ما بيحبوش الفسيخ يعني، او تخلي فيه ريحه في الشقه. فاحنا بنتغاضى عن ده كله ونعمل فين؟ في البلكونه. طلعت بره في الهواء ما شاء الله الهواء جميل، وده الفسيخ الله اكبر زي ما انتم شايفين اهو، زبده. ولسه هنشوف هو زبده ولا لا. شايفين الكيس عامل ازاي؟ ده الكيس اهو اللي احنا قفلناه مع بعض. عايزين نطلع بقى واحده كده ونشوف التمليح بتاعه اتملح ولا ايه الاخبار. دي طبعا الشطه اهو زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. نفتح واحده كده الاول وهنشوف. طبعا فرح ما جابتليش معلقه عشان هي اللي بتصور، بس مفيش مشكله، بس نشوف الشكل العام الاول وبعد كده هنشوف الدنيا. ما شاء الله ما شاء الله. نشيل الحاجات اللي هي دي كده، دي مش عايزينها، بس عايزين نشوف شكل الفسيخه من جوه عامل ازاي. شايفين الجمال؟ شايفين الطعامه اهو. طبعا الفسيخ او السمكه المره دي كانت ايه؟ صغيره. شايفين اهو؟ شايفين؟ قربي شويه فرح اهو. شايفين السمكه؟ شايفين اللحم بتاعها عامل ازاي؟ ما شاء الله ما شاء الله. زي الزبده، زي الزبده. او مشكله صباعي مش عارفه اقطع كويس اهو كده حبايبي. نطلع بقى دي الاول. ولا مالح يا فرح، ولا مالح ولا حاجه خالص. نشيل المقص بتاعنا بعيد ونحاول نطلع بقى ايه دي المفتوحه، خليها، ونطلع الايه بقيه الايه الفسيخ بتاعنا بالراحه كده. طبعا لسه هنغسله بقى تحت الايه الحنفيه لو هاكل منه على طول. تمام. لو مش هاكل منه على طول يبقى اعمل ايه؟ احفظه في العلبه زي ما هو كده، اي حفظه، واحط فيها الفسيخ زي ما هو بالشكل ده. طبعا الفسيخه طالعه روده وجميله، مش حادقه خالص، لان هو يعتبر قاعد اسبوع، يعتبر قاعد بس اسبوع في قلب التخليل بتاعه. ليه قاعد اسبوع بس؟ لانه صغير، البوريايه البوري صغير. شايفين حبايبي ما شاء الله. طبعا انا بشيله من الورق عشان اتخلص من الورق ده كله خالص، وبعد كده هنعمل ايه بقى؟ هحطه في الحافظه واطلع بقى على قد الاكل، و هبقى محتفظه بيه عندي في قلب الايه الفريزر. يعني انا بحطه في الفريزر بصراحه. تمام. شايفين الجمال؟ هو ده الفسيخ اللي احنا عملناه مع بعض، كان بالشكل الرائع ده. طبعا الكيس جنبي احط كل حاجه فيه بحيث ان انا ما اوسخش الدنيا، وابقى يعني الدنيا نظيفه حواليا. تمام. هجيب حته ديتول دلوقتي وهمسح اي نقطه وقعت على الارض ان شاء الله رب العالمين. قرب هنا كده يا فرح شويه. شايفين دي الميه اللي نزلت منه اهو. الم الورقه بحالها كده اهو. طبعا دي ميه نزلت منه تحت. الم ده كله كده وهحطه في الزباله وعلى باسكت الزباله بره الشقه على طول كده، ولا في ريحه ولا في اي حاجه معانا كده حبايبي اهو. الفسيخ زي ما انتم شايفين وخلصناه. هروح احطه بقى في الحافظه، وبكده كان الفسيخ بتاعنا ما شاء الله ما اخدش مننا وقت وطالع زي الفل. وان شاء الله لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش حبايبي لايك وشير وسبسكرايب للقناه وفعلوا الجرس حبايبي عشان يوصل لكم كل جديد. ويا رب دايما اشوفكم على خير.